مليح. سليتي فاليري توزيع باهية. شوات هذه كرة مهاجم لا يرحم. هذا مهاجم حط له كرة في 18 والباقي في الشباك. في راس شوات يسجل الهدف الأول لمنتخب تونس. مهاجم النادي الأفريقي التونسي هي فاليري. التوزيع يلعب بسرعة. ترجع مرة أخرى. هذه خطيرة بين المراوغة. التسديد يعني كبار وكبار جدا. شوف الاستلام المراوغة مرة أولى مرة ثانية وفي الزاوية البعيدة. يلعب كأنه قلب دفاع. إسماعيل الغربي إلى علي العابدي. هل يكون الثالث؟ بتمريرة. أوه هدف ثالث للسعد. ما شاء الله تغيرت كل الأمور من 0-0 وصعوبات كبيرة. كرة تعود من جديد لمنتخب تونس. علي العابدي التوزيع الصعود الكرة خطيرة. الله 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 الله. هذه المرة إسماعيل الغربي يسجل رابع الأهداف التونسية. ممتازة جدا. الكرة عائدة من الحارس بوم في الشباك. 4-0. سيناريو آخر في هذه المباراة مع هدف تونسي رابع. ممتاز جدا المنتخب التونسي هجوميا. نحكي هجوميا في هذه المباراة وطبعا دفاعيا باعتباره المنتخب تونس مع منتخب ساحل العاج. هذه علي العابد بن رمضان. حمد علي بن رمضان يمشي بن رمضان الى الطيف. سيف الدين الطيف باهي العمليه. هل يكون الهدف الخامس؟ اوه ركله جزاء بالفعل. ركله جزاء لمنتخب تونس. ركله جزاء في الدقيقه 67 بعد تدخل على اسماعيل الغربي. واضح لاعب ممتاز جدا هذا اللاعب اسماعيل الغربي. يعني راوغ وتدخل واضح. التدخل كان واضح من لاعب منتخب ساو تومي. لاعب امام الحارس بونان يانيال بونان. يتقدم بن رمضان يتقدم والهدف الخامس. وحمد علي بن رمضان يسجل خامس اهداف تونس في هذه المباراة. حيرة كبيرة للمدرب مدرب المنتخب ساو تومي. هذه خطيرة ليس هنالك تسلل. فرصة السادس. هل يكون الهدف السادس؟ هذه فرصة السادس. رمضان التسديد والهدف السادس للمنتخب تونس. وحمد علي بن رمضان كذلك يسجل ثنائية الدقيقة 90. يسجل سادس أهداف منتخب تونس. حمد علي بن رمضان لاعب الأهلي المصري يسجل ثنائية للسعد. ثنائية لبن رمضان. هدف لإسماعيل الغربي وهدف لفراس شوال. هاي اللي عاد